بسم الله. في فرص احيانا كده بتجيلك، الفرص دي بتكون لقطة، بس الفرص دي للأسف بتيجي في وقت غير مناسب تماما، وانت ما بيكونش ليك خلق ليها ولا طاقة ولا مستعد ولا اي حاجة. بس الفرصة دي لقطة. عاوزكوا تكتبولي في الكومنتات لو جيتلكوا فرصة زي دي هتعملوا ايه. بس انا هجاوبكوا من المنطق اللي انت المفروض تعمله، ومن الثقة في النفس برضو، ان حتى لو الفرصة دي لقطة واو وجميلة قوي، بس الفرصة دي مش قد طاقتي وانا مش مستعد ليها دلوقتي ولا مهيأ، هرفضها. اكيد هرفضها، لان انا مش مستعد ولا مهيأ. بس هي فرصة واو. طب هل معنى ان الفرصة دي واو ان هي تأثر فيا؟ انا مش مستعد ليها اصلا، فهتعود عليا بايه؟ مش هتعود عليا باي حاجة، هتضيع بعد كده اصلا. حتى لو اخترتها ده حاليا هتضيع بعد كده، لان مش مهيأ ولا مستعد. نضرب مثال على الزواج. جالك عريس جميل جميل جدا في وقت كويس، في وقت انتي مش مهيئة ولا مستعدة، بس هو كويس، معاه تعليم وعنده شقة وعنده بيت وعنده عنده فلوس أقصد، وهكذا. يعني عريس لقطة زي ما بنقول، بس انت مش مستعدة، مش مهيئة، لا نفسيا ولا أي حاجة. هتوافقي؟ طب انتي مفكرة التعليم هيعمل لك حاجة أصلا؟ العلاقات مش قايمة على المستوى التعليمي اللي مع الشخص، العلاقات لا علم لوحدها. ثانيا الفلوس مش هتعملك اي حاجة، صدقيني. انتي مش مستعدة ولا مهيئة ولا كذا، مش هتكوني مبسوطة. او انت مثلا نقول في عروسة كويسة جدا قدامك، بس انت عندكش شقة، مش مستعد، اكيد مش هتتجوزها يعني وتروح تطلب ايديها وكذا. هتأسس نفسك الأول وتستعد، بعد كده تروح تخطب. فمن المنطق والحكمة إن أي حاجة تجيلك في وقت انت مش مستعد ومش متهيئ ومش عاوز الحاجة دي، ما تختارهاش. هتختارها على ايه؟ انت مش عاوزها، ما عندكش طاقة. حتى لو هي لقطة، صدقني انا عارفة خوفكم. هتقولولي طب يا منى دلوقتي لو في فرصة كويسة جتلي، ازاي اضمن انها هتجيلي بعد كده؟ مش ربنا بعد دي قادر يبعت احسن منها؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة ابتلاء عموما، ممكن ربنا يبعت لك احسن منها. اكيد لازم الانسان يحسن الظن. تفرض الاحسن منها ده ابتلاء عليك، ابتلاء بعد كده ربنا يبعت لك الخير ليك. طول ما انت دلوقتي مش مهيأ مش مستعد لأي حاجة، ما تغامرش وتدخل الحاجة دي. عمرك شفت انسان دخل حرب من غير سلاح وعتاد وجنود وهكذا؟ ولا هو بيدخل حرب كده وخلاص السلام عليكم وعليكم السلام انا جاي اموت؟ لا، بيستعد، بيعمل خطط، بياخد السلاح، بيعد الجيش كويس هكذا. فانت محتاج استعداد، تهيئ نفسك عشان تقبل على اي حاجة. في فرصة جيت واو دلوقتي، مش معنى ان الفرصة واو معنى كده ان انا هنجح فيها. لا، انا مش مستعد يبقى اكيد مش هنجح، صدقوني. فاختار دايما الرفض. ارفض. انت مش مستعد، نفسيتك مش مستعد، انت مش مهيأ، ارفض. دي نصيحتي، واكتبوا لي نصايحكم في الكومنتات بقى. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. أنتم تجدون هذا الفيديو على من عقاب، والسلام عليكم.